يعني مصطفى فتحي لو عايز يروح الاهلي هيروح، لو المستشار تركي آل الشيخ عايز يوديه الاهلي هيوديه بكل سهوله. خلاص الزمالك ملوش علاقه. بس الزمالك هياخد 3 مليون و600 الف دولار لو مصطفى فتحي تم شراؤه لنادي التعاون بقى يبيعه للاهلي، يبيعه لاي نادي. دي قصه التعاون. مصطفى مثلا يتم اغراؤه بالمال، مصطفى فتحي وياخد فلوس كويسه يروح الاهلي، دي حاجه ترجع لمصطفى. لكن 3 مليون و600 الف يورو يعني معناها كام يا جماعه؟ نقول حوالي 75 مليون جنيه مثلا. 75 مليون جنيه فلوس كويسه ممكن نادي الزمالك يجيب بيها لعيبه تانية. ده لو مع احترامي، القانون بيقول ايه؟ انا من حقي اتفاوض مع اللاعب قبل نهايه عقده ب6 شهور. ابلغ بقى النادي بتاعه ما بلغوش، ما حددش يبلغه امتى. يعني انا دلوقتي ابلغ ايه؟ يعني ابلغ النادي في ايه؟ طب ما انا ابلغه قبل نهايه الموسم. هل نهايه الموسم انتهى مثلا؟ هل في البند بيقول لك لازم تبلغ النادي؟ يعني ما هو هيبلغ النادي اكيد، هيكون في وقت تبلغ النادي. ودي حصلت قبل كده. طب لو ايهاب الخطيب بيقول هذا الكلام، ايهاب الخطيب بيقول هذا الكلام، الم يمضي معتز اينو وهو بيلعب في نادي الزمالك مع النادي الاهلي ولم يتم ابلاغ نادي الزمالك؟ حصل ولا ما حصلش؟ يعني المره دي القانون كده يعني. يا جماعه خلينا منطقيين وبنتكلم بالعقل، ما تبقاش خناقه اهلي وزمالك. رغم ان كابتن شوبير نفسه في اعلاميا اما بيطلع بيقول ضد اي لاعب يمضي في ناديين، لكن خارج الهوا هو حب انه يساعد ناديه اللي اتربى فيه، وكان عايز يحافظ على عبد الله وما يروحش النادي الزمالك باي طريقه، وعارف ان عبد الله ماضي في النادي الاهلي. ورغم كده مضى عبد الله في نادي الزمالك، ورغم كده مضى عبد الله في النادي الاهلي حبا واحتراما للنادي اللي هو متربي فيه، اللي بيشجعه ملايين البشر. المستشار تركي آل الشيخ مفيش حد في الوطن العربي دلوقتي مش عارفه، من ارتباط اسمه بالنادي الاهلي، من وجوده طبعا كرئيس لهيئه الرياضه السعوديه، رئيس الاتحاد العربي. راجل بيعمل بطولات، يعمل جوائز ماليه غير طبيعيه في البطوله العربيه، في حتى في البلاي ستيشن عنده، في شطرنج، في